تخيل انك ممكن تفقد الذاكرة بعد ما تنجو من الغرق وتفوق تلاقي نفسك مش عارف انت مين ولا انت فين. هو ده اللي حصل بالظبط لعبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، واللي انتشر خبر وفاته بالغرق خلال الساعات اللي فاتت بالساحل الشمالي، واللي بعد ما اختفى في البحر وقدروا يطلعوه ويفوقوه بقى مش فاكر هو مين ولا عارف هو فين، في حالة كانت غريبة لكتير من رواد السوشيال ميديا، واللي من ساعة ما انتشر الخبر وهم بيدوروا على كلمة واحدة بس: اسفكسيا الغرق. اسفكسيا الغرق سبب وفاة عبد الله حسن يوسف واللي خلته قبل دقايق من وفاته فاقد للذاكرة. اسفكسيا الغرق هي حالة من الحالات اللي بتحصل بسبب حرمان الجسم من الأكسجين لفترة طويلة، واللي في حالة الغرق بيحصل فيها إن المية بتدخل للأحبال الصوتية وبتصيب الحنجرة بالبلل والتشنج، وبينتج عنها انكماش فوري للحنجرة والرئتين بيتملوا بالمية، وبيفقد الجسم كل الأكسجين بتاعه وبيفضل محتفظ بثاني أكسيد الكربون. ودي حالة بتحصل لعدد كبير من اللي بيغرقوا وبتوصل ل 80% تقريبا. وعلى حسب تقرير نشره موقع مايو كلينيك ان لما الجسم ما يحصلش على ما يكفيه من الاكسجين تدخل المياه للرئتين وبترتخي العضلات الموجوده في لسان المزمار. ده غير ان املاح البحر بتقوم بسحب السوائل من الدوره الدمويه للرئتين، بتقلل معدل البلازما في الدم، وبناء عليه بتحصل حاله الوفاه، الا لو حد قدر يسعف الغريق في مده تتراوح ما بين 8 دقائق ل 12 دقيقه، على عكس الغرق في المياه العذبه اللي بيتطلب التحرك بشكل اسرع وانقاذ الغريق خلال 5 دقائق بس. ومن اعراض اسفكسيا الغرق التسارع في عملية التنفس، دي حاجة، السعال الشديد، بحة في الصوت، وفقدان القدرة على النطق، وتغيير في لون الوجه، ده غير العرض الأكثر غرابة وهو فقدان الذاكرة، واللي بيحصل بسبب إصابة أو ضرر بيحصل للدماغ، وبيعمل حالة من حالات فقدان الذاكرة اسمها فقدان الذاكرة العصبية، واللي بتحصل لأسباب كتير من ضمنهم عدم وصول الكمية الكافية من الأكسجين للدماغ في حالة ضيق التنفس أو النوبات القلبية أو التسمم بأول أكسيد الكربون. وده اللي حصل بالظبط في حالة عبد الله حسن يوسف اللي فضل وقت طويل ما يوصلش لجسمه أي أكسجين مع احتفاظ الجسم بثاني أكسيد الكربون، واللي تسبب في حالة تسمم الجسم، وهي حالة تسمى بفرط ثاني أكسيد الكربون. بيرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بتزيد بشكل حاد، وبيفرز الجسم هرمونات الكاتيكولامينتا، وهي هرمونات دورها الأساسي تحفيز الجسم على القتال أو الهروب لما بيحس بخطر، خطر الغرق أو عدم القدرة على التنفس، واللي على عكس المطلوب من أي حد بيتعرض لحاجة زي دي إن يكون هادي لحد ما يقدر يوصل لحد يساعده. اسفكسيا الغرق حالة شائعة جدا وما ينفعش نتعامل معاها زي ما بنتعامل مع أي غريق، فده لازم فورا إنقاذه، لأن كل دقيقة بتمر عليه ده لو ما ماتش لا قدر الله بتسبب في تلف من وظيفة في وظائف الجسم، يعني لو نجا من الغرق فهيكمل حياته فاقد للذاكرة.